اتطبخت واتلعبت صح واتسلفنت كده بالشكل اللي يتليق باللعبة، والحمد لله عرفوا الاتنين يخلصوا الماتش زي ما هم عايزين، زي ما هم دارسين. ماتش حنكشة طول ال90 دقيقة بجون، الزمالك يكسب. خلاص الموضوع متطبخ، الموضوع مفقوس أوي، الموضوع باين من أول الماتش. طبعا انت مش فاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في الدوري المصري الأغرب في تاريخ الكورة. المباراة اللي جمعت بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز، المباراة المهمة للفرقتين، الفرقتين اللي المفروض اللي هما الاتنين بينافسوا على الدوري. طبعا الزمالك كده كده يعني خلاص سبق 5 نقط، الاتنين كان الأهلي أو كان بيراميدز. قدام بيراميدز اللي المفروض ان الماتش ده بالنسبة له ماتش مهم، ماتش داخل لازم نكسب عشان احسن شكلي بقى، ان انا ما الاهلي مثلا ما يكسبنيش الماتش الجاي فاصعد مثلا او انافس مثلا على بطوله اطلع بيها الموسم ده، بدل ما كنت بطل افريقيا الموسم ده طالع من غير اي حاجه. لا، بنشوف النهارده ماتش يعني حاجه بدائيه، بيحضروا لك ماتش، بيتحضروا لك الماتش بتاعك بقى. اللعبه كلها نايمه، محدش بيلعب، محدش بيأدي الاداء بتاع كل اللعيبه، مثلا ممكن تقول صفري. ليه؟ هم مستنينك، هم مستنيين ماتشك. ابراهيم عادل طلع فضحهم وقال لك ماتش الاهلي ده ماتش غير، ماتش خاص، ماتش الماتش الوحيد اللي بتحط فيه مكافآت اللعيبه لو كسبت. ماتش فيه اللي الخطط بتتغير والتكتيك بقى بيظهر وبيبان، وبنلعب بقى بحميه ونلعب بشراسه، والكلام اللي اتقال اللي هم قدامك بيغلوا ان هم قدامك بيلعبوا. يعني غير اي ماتش تاني، ماتشك غير اي ماتش، غير ماتش الزمالك. ان المفروض ال3 ماتشات دول اهلي زمالك بيراميدز، ال3 دول بينافسوا بعض، فالماتشات ال3 كلها بتبقى مولعه. لا، لا حد بيتكلم في تحكيم، حكام اجانب ماشي، حكام مصريين ماشي، مش هنلعب بحكام خالص تماما، انا معاك الدنيا شغاله. لكن كل الكلام ده يختلف تماما بقى لما الاهلي اسمه يتحط في الموضوع. طبعا ما لحد زعلان ان الاهلي ان الزمالك كسب، وان الحكم النهارده يعني جونين يعني مش فاهم، الجون التاني اوف سايد شبه الجون الاول بالملي، والحكم عادي يعني هي الاول رسم لك نفس الخط اللي انت مش فاهم مين فيه مسابق مين، واتلغت قال لك ده اوف سايد. الجون الاول هو تيبيكال، يمكن الجون الاول واضح شويه على الجون التاني، بزيرة كان سابق، والحكم برضه عمل مش شايف وقال لك طبقت جون، وعمل لك رسم لك الخط اللي انت برضه مش فاهم منه حاجه، وخلاص الموضوع خلص. الزمالك كسب بالجون. الجون التاني مش فارقه بقى، ما هو احنا هو جون واحد يكفي، جون واحد بيجيب 3 نقط عادي، مش حكايه يعني. وبيراميدز لو قعد شهرين يلعب الماتش بتاع الزمالك ده مش هيجيب جون بالمستوى بتاعه ده. يبقى ده لعيبته، ده لعيبته بقى اللي بتطير وبتعمل نوش، ان كان بقى ملك العرضيات الكابتن محمد الشيبي، ولا بقى ان كان بقى زلاكا وزيكو ومش عارف مين، واللي النهارده مش شايفين قدامهم وبيحاولوا يضيعوا الكرة باي طريقه. ابقى قدامي السهله ادور على اصعب طريق اروح منه وهحنكش وارقص ومش عارف ايه عشان الكرة تضيع. الفرقه كلها نايمه. فرقه انا النهارده مستني واحد زي عمر الفخوري ده انا اقعده دكه وانزله في الشوط التاني، وانا اصلا انا بلعب بمين اصلا، مين قدام مين ومين تبع مين؟ الماتش كله على بعضه كده اصلا تقعد مفهوش. ويعني حاجه من الحاجات اللي اتضايق بقى كابتن بلال علام اللي طلع عمال يقول لك دوري مش عارف ايه وماتش ايه والدنيا. ماتش ممل، ماتش ممل، قاعد بتفرج على فرقتين مملين، الاتنين ما فيش حد فيهم بيلعب كوره. الاتنين تحس ان الماتش هو خلاص احنا نازلين كده ايه، كل 7 سنين كده بنعمل هجمه عشان الناس ما تملش. يمكن اللقطه اللي في الماتش النهارده جمهور الزمالك وشكله في المدرجات والتيفو اللي كان داخل بيه، والحاجات اللي هي الحاجات اللي فعلا عملت شو، عملت منظر النهارده في الماتش. لكن كماتش ككوره محدش فيهم بيلعب، محدش فيهم بيلعب كوره. مفيش اي حد بيأدي في اي حاجه، كله 90 دي عايزين نقضيهم كده بالحب والدنيا تمشي. مش فارقه بقى، احنا عارفين السيناريو اللي هيتلعب، الدنيا حلوه. لكن ككوره وكمش عارف ايه مفيش منه الكلام ده خالص خالص. ويمكن شفنا الزمالك حتى كان عايز يخلصها في البدري بعد بكرة ناصر او بكرة عبد الله جم في الاول، بس يعني تحسها ما جاتش. اتفرج بقى الناحيه التانيه على كور بيراميدز اللي كان بيروح بيها، كور من لا الكور السهله اللي بيراميدز بيجيبها في العادي في الطبيعي عادي، لا بتلاقي حاجات غريبه بتحصل. زيكو بيضيع، مش عارف ناصر كوستا، ناصر كوستا مش عارف ايه، ناصر كوستا دي والله، ناصر كوستا بيحط واحده اي كلام، اللي تتشط يبصيها بساط اي كلام. يعني السهله اللي العبها سهله
بتتلاقي مش عارف كوره في اخر الشوط الاول كده اتلعبت لزيكو، لو وقف زي اللعيبه كده اللي هو لا مش لازم ارمي نفسي عشان اخد ضربه جزاء واحط الكوره عادي ممكن يجيبها جون. مفيش. الزمالك اصلا لو قارس على بيراميدز اكتر من كده شويه كان يديله 4-5 الماتش ده ايزي خالص. لاعيبه بيراميدز عادي خالص، الدنيا معاهم في السليم خالص. الكرة بتاعت شيكو بانزا دي يعني اقسم بالله مفقوسه مليون في المية ان المدافع راح يرمي نفسه عليه. انت راح تعمل ايه؟ ايه اللي اصلا ايه الزحلقه على الكوره؟ انت ايه اللي انت عملته ده اصلا؟ مدافع انت ده، انت كده المفروض ان انت راجل الكرة عندك انت شغال كرة، ده كده انت فاهم الدنيا ولا انا مش فاهم حاجة؟ راح رمى نفسه والدنيا حلوة والراجل كلفته وعدى. الجون التاني برضه اللي اتلغى اوف سايد، الكرة اتلعبت الشناوي راح في حتة تانية والكرة في حتة اصلا مش فاهم طلع راح فين. فيعني يعني حتة كده تحس ان الماتش اصلا كله طلع متطبخ. انت مش فاهم اصلا ايه الدنيا، مين فيكم يلعب على مين. انا قاعد شايف الماتش ده كله اللي انا طلعت بيه ان لاعبي بيراميدز مستنيه ماتش الاهلي. كل واحد بقى بيحضر روح رونالدينيو عشان يظهر بقى في ماتش الاهلي، كله بقى بيجهز البرايم بتاعه. تلاقي بيراميدز دي في البرايم بتاعها بقى جاي يلعب الاهلي، جاي يعمل ماتش قدام الاهلي، ماتش للتاريخ، ماتشات التاريخ بقى اللي بيراميدز بيلعبها. نازل بقى ضاغط وبحميه وبغل ودي وبتاع اللي احنا اصلا ما شفناش ربعه النهارده. وده انا مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني هي دي المنافسه بالنسبه لكم مثلا في الدوري ان انا ابقى في عالم ما عندوش مشكله مثلا اخسر بطوله بسبب ان انا ما كسبش فرقه تانية بطوله، اللي هم اصلا كده الفرقه التانية واقعه. يعني الجمهور بيدعي ان الفرقه تعمل اصلا اي حاجه ويعرفوا يكسبوا الماتشات الجايه ان كان ده ولا ان كان ده. بالاداء اللي الواحد بيشوفه قدام الفرقتين ده انت والله العظيم تكسبهم عادي، بس هم بيلعبوا قدامك بغل وبيلعبوا قدامك بكرب وبيلعبوا قدامك بيموتوا نفسك وبيموتوك. مش هتكسب وانت كده لعبتك اصلا مش في دماغها، والاجازه والراحات والدنيا في حته تانية اصلا لوحدها. في عز ما انا المفروض انها لعبتي، يعني انا عندي ماتش زي بتاع بيراميدز ده ماتش مهم، عندي اصلا 5 ماتشات ولا 6 ماتشات، الماتشات دي كلها مهمه، ماتشات تكسبني بطوله انقذ بقى الموسم الضايع بالنسبه لي. المفروض انها الفتره دي كلها بأهل الفرقة بتاعتي وبأهل لعبتي وبخلي يعني نفسيا وذهنيا كل تركيزي بيبقى على الماتشات دي وعلى الكام ماتش الاخير اللي هيتلعبوا. لا كل 3 ايام راحة 48 ساعة، راحة مش عارف ايه 4 ايام هنا راجعين من 4 ايام ياخدوا 48، كأن محدش في دماغه حاجة. ما تفهمش مين، محدش حتى خايف، يعني ما شفناش مثلا المدرب كده عارفين ان هو الراجل هو بيعاملك ببرود. انا كده مش عايز اقعد قاعد، انت ما كده قعدني غصب عنك هعمل اللي انا عايزه. طب ما فيش اداره، مش حد بيتكلم. المفروض ان انا الفتره دي عايز انقذ الموسم، حاطط لي 60,000 لكل لاعب لو كسب الماتش، لو كسب المباراه كل مباراه 60,000 لكل لاعب. على الفضيحه اللي احنا شايفينها دي حاطط لهم مكافئات لو كسبوا الماتش بتاع كل ماتش مكسب، كل ماتش مكسب ايه، حاطط لهم مكافئات ايه يا جدعان؟ يعني اللعبه دي بالاداء ده بالموسم الزباله اللي احنا بنعمله ده لو كسبت تاخد كمان فلوس؟ حاجه غريبه. ده اللي مخلي الاهلي ضايع. انت يعني بيقول لك اصل اللعبه زمان كانت مش محتاجه مدرب، كانت بتلعب عادي. اللعبه زمان كانت بتلعب كوره، كانت بتلعب بتحب الفرقه بتحب اللعبه بيلعبوا كوره. لكن دول اصلا مش خايفين من حاجه. انا كده مش خايف ان انا يحصل، اصل انا كده هلعب كده لو دراع الاداره محدش يتكلم معايا، مدرب في الكفته محدش ما ولا شغله اي حاجه ولا هو فاهم اصلا. فده كده عدت اداره محدش فيهم شغل باله بحاجه، مشاريع افتتاحات مش عارف ايه، اخبار بقى كل شويه شكوى لمين وشكوى لمين وشكوى لمين. ويا ريتك تعرف تاخد حقك من اي حد. الاهلي اللي عمرنا ما شفنا شخصيته ضعيفه قدام اي منظمه بقى ان كانت افريقيه او ان كانت محليه. انت دلوقتي اي حد عادي يعمل عليك اللقطه، اي حد عادي يعني يقف كده يطلع لك لسانه ويوريك، يعني لو مسكت عليه حاجه ما مسكتش عليه حاجه كده مش هتعرف تعمل معاه حاجه. شخصيتك بقت في الارض، لا شخصيتك بره النادي ولا جوه النادي. تسريبات بقى اخبار وتسريبات مش عارف بقى لعيبه وخناقات وحوارات ومشاكل جوه الاهلي. عمرنا ما كنا بنسمع عن الكلام ده، عمر ما في اخبار طلعت هنا ولا طلعت هنا. يعني قلنا الصفقات ومش عارف ايه الصفقات بتطلع والدنيا بتتعرف قبلها بفتره،
بقت دلوقتي بقت مشاكل وبقت اخبار جوه النادي، ومفيش اي ردة فعل، مفيش حد بيتحاسب، مفيش حد بيتكلم، مفيش حد حتى مركز على الكام ماتش الفترة اللي المفروض دي اصعب فترة في الموسم، المفروض اركز فيها عشان انقذ ما بقي من الموسم اللي انا اصلا ضايع فيه. المفروض ان الكلام ده انا بطبقه عشان انا عندي ماتشات دي اهم ماتشات في الموسم هتنقذني ببطولة على الاقل. فشايف ان مفيش حد اصلا دماغه في البطولة، مش حد دماغه في الماتش، مش حد دماغه في الكورة، مبقاش لها علاقة بالكورة. خلاص الموضوع كله بقى ايه، بقى اي حاجة غير الكورة. يعني حط كده اي حاجة يعني اي حاجة غير بره الكورة احنا بنتكلم فيها الا الكورة. فانت عندك ماتشات مهمة مفروض ان انت بتحضر ليها، مش عارف ده بقى ده اسمه تحضير ايه، انها لعيبته كلها مريحة، هترجع من الراحة دي هتقدر اصلا تكمل باقي الماتشات، تقدر تعمل اي حاجة قدام بيراميدز اللي مستني اصلا لعيبته كلها مجهزة الفورمة بتاعتها للماتش بتاعك، ولا هتروح تلعب الزمالك اللي بسم الله ما شاء الله عليه الفورمة بتاعته في السماء، ولا هتكمل اصلا باقي ماتشاتك ازاي، ولا ايه النظام اللي هتمشي بيه. فالموضوع متلخبط، الموضوع متعقد، الموضوع على الورق انت مش هتكسب اي حاجة باللي انا شايفه بالنظام اللي انت بقيت ماشي بيه اللي بقى ملوش علاقة باي حاجة. فيعني مش عايزين نقول الواحد والله العظيم حتة ان انت تكسب بطولة الواحد مش قادر، حتى مش قادر يقولها. الواحد الاول كان عنده حتة الثقة ان انا لا اقدر اكسب، ان انا اقدر ارجع، ان اللعيبة تقدر بروح الفرقة بروح الفانيلا مش عارف ايه نقدر نكسب ونقدر نرجع تاني. بس هم احنا مستنين ده يقع وده يقع، وهم كانوا بيقعوا لنا واحنا كنا بندوس على نفسنا وبنكسب. دلوقتي الحتة دي انت متأكد 100% ان هي مش هتحصل. انت بس دلوقتي يعني 100% من كلمة اللي احنا هناخد الدوري دي بندعي فيها ربنا ان هو تيجي من عند ربنا كده، عشان خاطر الجمهور اللي ايه لحتى ما بقاش يروح. شفنا النهارده الجمهور بتاع الزمالك في المدرجات شكله عامل ازاي، شكله يفرح. ايا كنت انت بقى بتشجع مين، جمهور شكله في المدرجات يفرح. التيفو والدخله والناس اللي حاضره في المدرجات حد كلها بتدي دفعه وبتدي روح شكل ماتش بيراميدز. فالحاجات دي كلها انت بقيت مفتقدها في الاهلي. كل حاجه في الاهلي بقت ضايعه بقت تايهه، كل واحد في الاهلي بقى في وادي. فانت اخر فتره في الموسم ربنا يستر وتعدي بقى على خير، ونشوف الاهلي هيروح فين وايه اللي هيحصل الفتره الجايه. سامعين بقى اخبار وانتقالات، ده ماشي وده ماشي وده جاي له عرض وده مش عايز يجدد وده عايز يعلى وده عايز يزود. هنشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل. فمبروك لنادي بيراميدز ايه، مبروك لنادي الزمالك، فرق 5 نقط. الماتش الجاي ماتش هيحسم التاني والتالت بقى بين بيراميدز والاهلي ان شاء الله يوم الاثنين. فمن هنا ليوم الاثنين بقى كده ربنا يحلها. وانت بقى اعمل لايك واعمل اشتراك واشوفكم فيديو جديد. سلام.